ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير، ورمضان مبارك عليكم ان شاء الله، وربنا يعيده علينا يا رب سنين عديدة وسنوات مديدة ان شاء الله. خلاص خلص شهر رمضان اللي احنا بنستناه من السنة اللي فاتت، عقبال السنة الجاية كده، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة والفرح وكل حاجة حلوة. وربنا يعني يدخل علينا العيد كده بفرحة، وتبقى أحسن فرحة، بكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، وربنا يكبر بخاطرنا وخاطر خاطركم وخاطر كل الأمة الإسلامية يا رب العالمين. طبعا باين كده من الفيديو احنا معانا النهارده في وصفة ايه وفيديو ايه. احنا معانا النهارده مهرجان، هو فعلا مهرجان الكنتاكي بفرخة ونص. عملنا مهرجان وعليه عزومة كمان بجد يعني. جبت الفرخة، طبعا فرخة ونص، وغسلتهم وقطعتهم، وطبعا بالخل بالليمون وبالملح وبالدقيق، انا ما بحطش خل. ف وقطعتهم بقى يعني ايه، حاولت على قد ما اقدر ان انا اقطع اقل قطع حاولت ان انا اقطعها. مثلا الصدر قطعته 6، الصدرين الجنبين يعني قطعتهم 6، الوراك قطعتها حتتين. ف ونقعتهم طبعا. كنتاكي يعني بهارات، اهم حاجه في الكنتاكي عشان تحسي بقى انك كانك بتاكليه بره هي البهارات. انك انتي تتبليه كويس وتزودي في البهارات اللي عندك. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت كل البهارات اللي عندي وحطيت منها. حطيت حطيت بهارات مشكله، وحطيت كزبره، وحطيت كمون، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت بابريكا، وحطيت شطه، وحطيت فلفل اسود، وحطيت توم باودر. اللي في الكيس اللي هناك ده توم باودر، وانا جايباه قريب يعني، انا جايباه اول رمضان، بس انا جيت اجيبه لقيته متكتل معايا، فهفرمه في المطحنه. هحطه في المطحنه كده وهفرمه، بيرجع معايا مفلفل يعني، بيرجع معايا باودر تاني. وحطيت كمان جنزبيل، حبة جنزبيل صغيرين على البهارات. يبقى احنا قلنا بقى اي بهارات عندك حطي، لو عندك زعتر حطي، لو عندك كاري حطي. طبعا حتى كركم، انا ما عنديش كاري بس حطيت كركم، ولو عندي كاري بحط كاري. البهارات بتبقى حلوة قوي قوي في الكنتاكي. هو بهارات يعني فراخ بطعم متبهرة كده وطعمها حلو ومتحمرة. بعد بقى ما ضفتهم على بعض هروح مقلباهم تقليبه كويس قوي على ان كله يندمج مع بعض. ودلوقتي بقى هنعمل التتبيله الاولانيه، هي بتتعمل بتتبيله سايله وتتبيله ناشفه. التتبيله السايله عباره عن حطيت 5 معالق من الدقيق، انا ما بكترش دي، ما بخليهاش تبقى عجينه، لا انا بخليها زي الميه بس تقيله، سميكه شويه، تقيله شويه، لكن ماهيش زي العجين او حتى عجينه خفيفه زي بتاعه القطايف، لا خالص، انا بخليها ميه، تعتبر ميه. المهم حطيت 5 معالق، وحطيت عليهم معلقتين كبار من البهارات اللي احنا عملناها. البهارات دي بقى هنستخدمها في كل حاجه. معلقتين من البهارات، وحطيت كمان ظبطت الملح، وهبدأ بقى اروح حاطه مقدار من الميه، المقدار يعني ما انا ما عيرتوش، ولكن هو بالتقريب كده زي ما انتم شايفين. شوف السمك بتاعها عامل ازاي، قوام سايله سايله خالص يعني، ماهيش حتى هتبقى تقيله كده وكانها عجينه على قطعه الفراخ. لا انا بحب الفراخ ما يبقاش عليها قطعه عجين، لا انا بحب الفراخ يكون فراخ. الطبقه الكريسبي اللي على الوش دي تكون طبقه كده ايه، مقرمشه خفيفه هشه. لكن لو انا عملتها عجين لا طبعا بتبقى تقيله قوي وبتبقى عجين كاننا بناكل في عجين. فلا دلوقتي بقى طبعا هنعمل كول سلو. الكنتاكي بيتقدم معاه، حتى لما ناكل في المطعم بيتقدم معاه الكول سلو. وانا عندي الحمد لله عندي مايونيز زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم 3 معالق من السكر الكبار، وحطيت كمان حوالي معلقتين ل3 من الخل. بقى مايونيز، سكر، عايزه تحطي عسل مكان السكر حطي، بس انا حطيت سكر، استغفر الله العظيم يا رب، وخل معلقتين 3، حبه من اللبن. لو عندك زبادي حطي، بس انا كانش عندي زبادي وعندي لبن فحطيت لبن. عندي بقى الكرنب الابيض ده انا بشراه بالمبشره، وجزر. هو ده الكول سلو. كل ده بنحطه فوق بعضه وبتقلبيه كويس قوي قوي، وتحطيه عندك في التلاجة، بيبقى بياخد بقى من بعضه كده وياخد من طعم بعضه، وتبقى حاجة كده ما حصلتش.
اهم حاجة ان احنا هنقلبها كويس قوي علشان كله يندمج مع بعضه. دلوقتي بقى هندخل على مرحلة بقى الايه التتبيلة الناشفة التانية، اللي احنا هنطلع بقى من التتبيلة السايلة، هنحط على التتبيلة اللي هي البودر دي. دي كمية من الدقيق يعني حوالي اكتر من نص كيلو، كيلو الا شوية. هحط عليهم 5 معالق من النشا. لازم تحطي نشا لان النشا بيخليها مقرمشة اكتر، وبيخليها برضو ما تاخدش لون قبل ما تستوي يعني. النشا بيخليها ايه تبقى بطيئة كده ان هي تاخد لون احمر تتحمر. ورشيت رشة من الكركم على الدقيق، وهحط برضو رشة من البيكنج باودر، وهحط معلقتين 3 من البهارات اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي عندي في الطبق ده اللي انا حطاها كده بستخدمها في كل حاجة. زي ما قلنا دقيق ونشا وبيكنج باودر وبهارات ورشة من الكركم، وطبعا بنظبط الملح بتاعها. كل التتبيلة دي بنقلبها كلها مع بعضها. بنجيب بقى قطع من الفراخ اهي. شوفوا الفراخ بقت عاملة ازاي بعد ما طلعناها من التلاجة. دلوقتي بقى هناخد قطعة من الفراخ هحطها على الدقيق. الخطوة دي مهمة جدا، عشان كده انا طولت فيها شوية، لكن هي خطوة مهمة جدا جدا. انا طلعت الفراخ من الدقيق ومن التتبيلة السايلة وحطيتها على الدقيق، وهبدأ كده بالمعلقة ان انا ارشرشها على ان انا اغطيها بالدقيق. وبعد ما اغطيها بالدقيق هاخدها تاني ارجعها التتبيلة. ممكن بدل ما ترجعي التتبيله تحطها عندك في ميه، بس انا لقيت التتبيله عندي زياده شويه فقلت لا احطها في التتبيله، ومنها بتاخد طعم من التوابل اكتر من الميه. وهبدا بقى اروح مرجعاها تاني على الدقيق، وهبدا بقى اضغط عليها وبعدين انفضها خالص كده علشان تدينا الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو المقرمش بتاع الفراخ. اهم حاجه ان انت تنفضيها، ما تضغطيش عليها كده لا زي البانيه، لا انت بتنفضيها كده علشان تطلع لك الشكل العشوائي اللي احنا متعودين عليه. وفي زيت سخن طبعا. الحله دي انا عاملاها اللي هي القلايه بتاعتي بقى اللي فيها كل حاجه، بس هي نظيفه طبعا وبغسلها وزي الفل. شوفوا شكل الفراخ بعد ما طلعت. دلوقتي بقى هنعمل الرز الاصفر. جبت حله وحطيت فيها حبه زيت، وحطيت فيها بصلايه صغيره متقطعه، وبروح حاطه عليها برضو جزرايه كبيره مبشوره، وبروح مشوحه دول مع بعض، وبنزل عليهم بمعلقتين من البهارات ومعلقتين صغيرين من الكركم. زي ما قلنا بصلايه صغيره بروح حطها في الاول، واروح نازله عليها بالجزر، وبنزل بمعلقتين كركم ومعلقتين من البهارات واروح مقلبه كل ده مع بعض. وطبعا ما تنسيش تظبطي الملح، بس انا ظبطت الملح بعد ما نزلت بالرز. وبعد كده بنزل بقى بكميه الرز وبروح مقلباها كويس قوي قوي. اهم حاجه في المرحله دي انك تقلبي الرز علشان ما يبقاش من تحت لون اخض اغمق من فوق، او يبقى اللي هو البصل والجزر وكده متحوش في مكان. لا، لازم تقلبيه كويس قوي قوي عشان كله ياخد من شكل من طعم ومن لون شبه بعض. وادي احنا خلصنا اهون، وخلاص المغرب هيأذن غريبنا. رز والكولسلو والكنتاكي شوفوا شكله عامل ازاي، والعصير طبعا والمخلل. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.